شيخي جبتي اللي احسن منه اهو، ما شاء الله. ما شاء الله، الحمد لله. الحمد لله. تيتا اديهولها يا سحر. او النبي يا طنط تصدقي والله كنت لسه هقول لها بصي مش هاخده على طول، يعني سلفيهولي حبه كده وهرجعهولك على طول. استنى انت. الله وماله يا حبيبتي، انتوا اخوات واحسن من الاخوات كمان، اديهولها. حاضر يا ماما. حبيبه قلبي يا طنط. عامل ايه شغلك يا صلاح؟ والله الحمد لله يا بابا، على وش الترقيه كمان. مبروك. الف مبروك يا صلاح يا ابني، تستاهل كل خير. الله يخليك يا امي. مبروك يا ابو صلاح. الله يبارك ان شاء فيك. الله فيها زياده قد ايه الترقيه دي؟ حوالي 250 جنيه، ما انا اصلي هبقى نائب رئيس القسم. ما شاء الله. 250 جنيه في اليوم؟ انت بتهرج ولا ايه يا جمال؟ 250 جنيه في اليوم ازاي يعني؟ 250 جنيه في الشهر طبعا. ده كده انت اللي بتهرج يا جدع. اه والله. ايه 250 جنيه يا ابو 250 يعملوا ايه دول؟ ايه ده ما ياكلوش عيش. ما تاخذنيش احنا ابو صلاح. لا ما أخذ... انت خليت فيها ما ياخذنيش. مالكش دعوه باخوك، انت طول تبقى زيه. اعوذ بالله. 2 و3 5 يا بابا، كلام ايه ده؟ اوعى تزعل من الكلام يا ابو صلاح. ازعل انت خليت فيها زعل. ما صحيح يا ابو صلاح، انت موظف حكومه يعني تستحق الزكاه، وده شرع. مش كده والنبي يا جمال قول له. انا بقول له اهو. ايه الكلام اللي يسد النفس ده؟ كل مالكش دعوه بيه. انا ليه نفسي اطمن عليه اخوك وليد بتاع التربيه الرياضيه ده، نفسي يمسك شغلانه. ما تقلقش يا بابا، انا كلمت واحد صاحبي وان شاء الله هنشوف له وظيفه قريب. ب 250 جنيه. يا بابا قلت لك الواد ده يشتغل معايا ياخد له 500 جنيه في اليوم. هقبجه زيت. انت تبعد عن العيال خالص، كفايه خيبتنا فيك. معاك حق يا عمي بصراحه، انت لازم تلحق اللي جاي عشان ما عادش فاضل كتير. يا منافق، ما تخليك محضر خير. وبعدين يا بابا كل العباقره والموهوبين اتهانوا واتمرمطوا زمان واتقل منهم كمان. والله. بس انا اوعدك ان انت هتبقى فخور بيا، مش انت لوحدك، انت والاسره الكريمه. هذا اللي احنا بناخده منه، الهزار والتفاهه. طب وماله يا بابا؟ التفاهه دي ستايل، اسلوب حياه، صدقني. ستايل واسلوب حياه؟ انت هتتفلسف يا جمال ولا ايه؟ كبر دماغك بس واشتري مني يا ابو صلاح. زي ما بقول لك كده، التفاهه دي مش سهله، ده عايزه تفرغ وعايزه كده تركيز. ليه بقى؟ ده حتى بسم الله ما شاء الله الناس معظمها بقت تافهه دلوقتي، والتفاهه بقت سلعه رايجه على الاخر. ما عشان كده يا ابو صلاح المنافسه بقت رهيبه، بقت شديده على الاخر يا جماعه. زمان الناس كانت متخشبه، التافه كان يبان بسهوله، الوقت ما ينفعش، الملعب بقى فاضي خلاص بح. لا بصراحه انا لغايه هنا وما بقتش فاهم انت تقصد ايه. هفهمك انا ابو صلاح. في زماننا ده سهل قوي ان انت تبقى تافه، صعب قوي ان انت تبقى اتفه من اي تافه. ايه الكلام الفارغ ده؟ اتفه من اي تافه يعني ايه؟ امال يا ماما ادعي لي انت بس اللي انا ابقى اتفه من اي تافه. ده نفسي اعمل برنامج واسميه تفاهه شو. الواد الغريب ده يعني ادعي لربنا واطلب منه اقول له الهي وانت جاي يا رب ابن جمال يبقى اتفه تافه في الدنيا. طب يا ريت يا ماما، وتتك في الدعاء وبنيه صافيه كده. لا من غير دعاكي. بالنسبه للتفاهه